حياته وعيشته أسطورة وخيال اتحول لواقع حقيقي. عايش في قصر 1788 غرفة وعنده 7000 سيارة وحلاقة شعره بتكلفه 25,000 دولار. قصة حسن البلقية سلطان بروناي أغنى حكام الأرض وبيحكم من 60 سنة. عنده مزرعة مساحتها أكبر من بلده وبيملك حديقة حيوانات فيها طيور وحيوانات نادرة جدا ومتجوز 3 مرات. إيه حكاية حياته الخيالية؟ تعالوا نشوف. في عالم الملوك في أسماء كتير، لكن في اسم واحد لما يتقال الناس تسكت وتسمع عنه وتحس إنك بتتكلم عن أسطورة أو حد عايش في الجنة. ده حكاية سلطان عاش حياة أقرب لقصص الخيال لكنه حقيقي جدا. احنا بنتكلم عن سلطان بروناي حسن البلقية، الراجل اللي جمع بين السلطة المطلقة والثراء اللي ملوش حدود. السلطان حسن البلقية اتولد يوم 15 يوليو سنة 1946، يعني عنده 80 سنة، وكبر وهو شايل ورث حكم بلد صغيرة في المساحة لكنها غنية بشكل يخليها محط أنظار العالم. ومن صغره اتعلم في أرقى المؤسسات في ماليزيا وبعدها كمل تعليمه في بريطانيا لحد ما تولى حكم بروناي من حوالي 60 سنة، وهو أطول حكام الأرض في مدة حكمه. وحياة البلقية عنوانها الفخامة بلا سقف. تخيل إن مقر إقامته هو القصر الأسطوري أستانا نور الإيمان، وهو عبارة عن تحفة معمارية تكلفت حوالي مليار و400 مليون دولار وبيضم 1788 غرفة. ده كده مش قصر، ده عالم كامل خاص بيه. كمان بيمتلك سلطان بروناي أضخم وأغلى مجموعة سيارات خاصة في العالم تقدر بنحو حوالي 7000 سيارة تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار. بتضم المجموعات أكتر من 600 سيارة رولز رويس و500 سيارة فيراري و400 سيارة بنتلي، ده غير مئات السيارات النادرة منها سيارة ماكلارين وبوجاتي وبورش، وكتير منها مخصوص ليه أو معدل ومضاد للرصاص. ثروته بتتقدر بحوالي 30 مليار دولار، وده مخليه من أغنى حكام الأرض. ومن أجرأ مظاهر ثروته مزرعة ضخمة في استراليا مساحتها 5800 كيلومتر مربع، ومساحتها أكبر تقريبا من مساحة سلطنة بروناي نفسها، يعني بيملك أرض أوسع من بلده، وده مشهد يخلي الخيال يقف دقيقة احترام. أما حياته العائلية ففصولها درامية. أول جوازة كانت سنة 65 من الملكة صالحة شريكة عمره لحد دلوقتي، وخلف منها 11 ابن وبنت، وبعدها اتجوز مريم بنت عبد العزيز سنة 1982 واستمر الزواج لحد 2003، ثم زواج ثالث من أزريناز مظهر حكيم سنة 2005 وهي أصغر منه ب 32 سنة. شعبه بيبادله حب نادر لدرجة إن عيد ميلاده مش احتفال عادي، بل مهرجان بيمتد حوالي 15 يوم كاملة. بلد بأكملها بتحتفل بحكامها، مش خوف، ده تقدير. ومن التفاصيل اللي خلت اسمه يتصدر العناوين عالميا حلاقة شعره. حلاقة واحدة بتكلفه 25,000 دولار. ومين اللي بيقص شعره؟ مصفف الشعر الإنجليزي العالمي كين موديستو اللي بيسافر له مخصوص من لندن. ولأن الرفاهية عنده أسلوب حياة، امتلك حسن البلقية حديقة حيوانات خاصة فاخرة في بلغاريا وفيها حوالي 30 نمر بنجالي وصقور ونعام وبغبغانات متدربة على عروض استعراضية، ده غير حيوانات تانية من الأنواع النادرة جدا. وده طرف مش للعرض، ولكن ده جزء من يومياته. دي مش مجرد سيرة سلطان، دي حكاية إنسان عاش على قمة العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سلطة وثروة ونمط حياة يخلي الأسطورة تبقى واقع حقيقي.